يا صباح الورد والياسمين على احلى متابعين. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. عايزين كده قبل ما نبدأ الفيديو نصلي ونسلم ونبارك كلنا على رسولنا الكريم في الكومنتات. تعالوا بقى كده نشوف النهارده احنا فين ورايحين فين. النهارده انا رايحه كده عند ماما. ماما قاعده في بلد اسمها سلمون القماش، بلد بعد المنصوره. بركب لها كده قطرين. اول ما طلعنا وسلمنا عليها نزلتنا تاني، ولقيتها بتقول لنا انزلوا يلا ايه، هاتولي شويه كده طلبات من تحت، هاتولنا فطار، هاتولنا حاجات للغدا. بصراحه البيت فاضي. قلت لها بجد مستنينا اما نيجي؟ قالت لي اه. خدت بنتي بقى ونزلنا وجبنا حاجات كده للفطار وحاجات للغدا. لغايه العيش يا جماعه ما كانش عندها، وانا شلت كيسين وبنتي شالت 3 اكياس. وتعالوا بقى كده دخلت على المطبخ، حضرت كده الفطار، وكمان كنت عامله حسابي في حاجه كده تفوقني. قلت لها يا بنتي يا فوفو هاتيلي كده نسكافيه. قالت لي ماشي يا ماما. جبت بقى لانشون وجبنه رومي، وكان عند ماما كيس فول في الفريزر طلعته. فقلت بقى ان انا ايه اسخن. قطعت كمان طماطم وخيار، وقلت بقى يتحطوا كده جنب الاكل ده. هنا بقى الفول انا سخنته وحطيت له شويه زيت حار، هو يعني بيجيبوه كده متوضب جاهز. وكيس شيبسي كمان زي ما انتوا شايفين بقى ايه، بنحب كده اي حاجه كده حنطه. ونسيت خالص اجيب مخلل، ده زيت حار. تمام، حضرنا الفطار وشحنا والحمد لله واكلنا. ادخل بقى الاقي البيت كله مستنيني، بيقول لي يلا يلا كده قومي نضفيني كده واستعدي ووريني. بما ان امي ست كبيره بقى، وانتوا عارفين ان امهاتنا يعني ربنا يديهم الصحه. كلنا في العمر، كلنا لما بنتقدم كده في السن مع مرور الوقت صحتنا بتكونش يعني افضل حاجة. الطبيعي كلنا يعني عارفين ان احنا واحنا عمرنا 20 سنة غير 30 سنة غير 40 سنة غير 60 سنة. انا امي ربنا يدي لها الصحة يا رب وطولة العمر الطويل، عمرها اكتر من 60 سنة، فطبعا ما عادتش بتقدر زي الاول. فدخلت بقى على اوضتها. عايزه اقول لكم ان الشمس ضاربه هنا في الشبابيك، فدايما السلوك بتاكلها وتتغير وتتحط وما فيش سنه وتلاقيها دابت برضو. فربنا ييسر بقى الحال مره تانية ان شاء الله. بغير لها السلك وهبقى اصوره برضو معاكم ان شاء الله. مسكت بقى فتحت الشباك، نفضته كله ونفضت الملايه المحطوطه دي، بنبقى حاطينها عشان تمنع دخول التراب كده على السرير، اي مفارق بقى والكلام ده. ونفضت زي ما انتوا شايفين كده الشباك، وهبدا بقى اشيل الكبرتايه والملايه، وهبدا ان انا انضف السراير، انضف بقى الاوضه بتاعت ماما. في حاجات يا جماعه بصورها وفي حاجات ما بكونش يعني عارفه ان انا اصورها قوي، لاني مفيش ستاند هناك ان انا احط كده عليه التليفون. وهنا غيرت الملايه وكبرتايه تانية، وخليت كده السرير زي الفل. عايزه اقول لكم نفضت كمان الدولاب من فوق، والله كمان نظفت التلاجة من فوق، اي حاجة بقى من فوق كده، المروحة، حاجات كتير قوي انا ما كنتش عارفة ان انا اصورها. تمام، دي بقى بما ان غرفة ماما فيها السرير وقصادها الدولاب، والغرفة دي كبيرة، فكان في هنا سرير كده، ودي المرتبة بتاعته اللي احنا مغطينها بملاية. فشلنا السرير وقلنا كفاية السراير كتير قوي عند ماما. ونضفت بقى الكنبة وحطيتها. نضفت الفرشة بتاعتها. تعالوا بقى نشيل الفرشة كده بتاعت الأرض، بلاقي دبابيس إبرة، واخدين بالكم؟ وقلت لماما لا الفرشة دي مش هتتساب هنا. كنست بقى كده الأوضة وخليتها كده كلها زي الفل لغاية المروحة وكل حاجة. دخلت بقى على الأوضة التانية. الغرفة دي كانت غرفة خالتي الله يرحمها، كانت عايشة مع والدتي، ألف رحمة ونور عليها يا رب، كده تدعوا لها بالرحمة. عايزة أقول لكم الشمس هناك فظيعة. ماما بقى كانت، والبيت كمان قديم يا جماعة معذرة يعني. مسكت بقى زعفت كل أوضة، كنت بزعفها الأول ولغاية البلكونات، وبعد كده بنفض بقى كل حاجة، الجدار، الشيش بتاع البلكونة. هو البيت بقى اللي كان كده وقديم، بس هو عايزه يعني ايه، لو اندهن بقى واتظبط هيبقى زي الفل. ربنا يوسع على كل الناس، وربنا يرزق الناس كلها اجمعين يا رب بكل اللي بيتمنوه. اهم حاجة يا جماعة ان الانسان بينظف المكان اللي هو عايش فيه ايا كان، حتى لو عشه ومدام نظيفة خلاص، يعني محدش بقى يعني يتكلم ويقول يا جماعة ان البيت قديم وكده. المهم خلصت البلكونة وخليتها زي الفل وفرشتها، وقلت اوريكم بقى المنظر الجميل اللي بره ده، واوريكم بقى شكل الارياف. دخلت بقى هنا على الغرفة وبدأت ان انا انظف كده، ازعف برضو الاول
عايزه اقول لكم ان التنظيف ده يعني يعتبر نص تنظيف، يعني ما شلتش ستاير، ما غسلتش الحيطان، في حاجات يعني اتعملت وفي حاجات ايه يعني ما اتعملتش، واخدين بالكم. بس ايا كان انا نظفت البيت على يعني عايزه اقول لكم ان قعدت يومين انضف فيه. هنا بقى مسكت الملايه برضو شلتها، والكبرتايه اغيرهم، وامسح كمان شباك السرير. اي حاجه فيها تراب كنت بنضفها كده وبلمعها. شايفين التراب اللي بيخرج يا جماعه؟ عايزه اقول لكم بقى ان ماما كمان شقتها كده على الشارع، ف يعني عايزه اقول لكم اقل شويه تراب كده بيخش. هنا حطيت الملايه دي، وبعد كده ماما خلتني غيرتها وقالت لي لا انا ما بفرش الملايه دي، وخلتني فرشت ملايه تانية خالص. دي التسريحه برضو كانت مكركبه برضو، وكل حاجه كده عليها تراب. مسكتها بقى شلت كل حاجه من عليها، وكل حاجه كنت بشيلها بمسحها، حتى المفرش. بصوا كل حاجه هنا عايزه تندهن يعني. هنا بقى المرايه مسكتها لمعتها ونضفتها، وبقماشه كده عليها نقطه ميه، وبدات ان انا ايه دي قماشه نضيفه تانية خالص مش نفس القماشه. مسحت كده الايه المشمع والتسريحه بقت زي الفل. دخلت على الاوضه بتاعت اخويا، مسكتها برضو خليتها كده زي الفل وبالمكنسه وكل حاجه ورتبتها. دخلنا بقى هنا على المطبخ. كنت شايله كل حاجه من المطبخ، يعني كل حاجه تحت رخامه تحت اي حاجه كنت شايله كله، وكنست وجريت البوتاجاز وكل حاجه، وكنست كده ومسحت. وبعد ما نشفت كمان فرشتها. وهنا بقى كنت سايبه بقى ماما هي بتحشي، وشايفين مفيش ولا طبق في الحوض. ودي البلكونه التانية برضو نضفتها وخليتها زي الفل. تعالوا بقى هنا على الصالون، مسكته هو كمان خليته كده، يعني مسكته بقى برضو تزعيف. كل حاجة تمسكيها كده تزعفي من فوق، تنفضي اي تراب، تنضفي المروحة برضو. المروحة خليتها زي الفل. بعد كده تبدأي على الحاجات اللي هي من تحت. بصوا انا يعني مسرعه الفيديو على قد ما اقدر علشان الفيديو ما يكونش عليكم طويل وكده، يا رب اكون ضيفه خفيفه على قلبكم. هنا بقى الارج بتاع ماما مسكته برضو ونضفت كل حاجه فيه ومسحتها كده وحطيتها. عايزه اقول لكم اي وصل بقى بيجي ماما تقوم جايه حاطاه كده تحت المفرش، وبالمكنسه بقى ومسكت تحت كل كنبه تحت كل كرسي زي ما انتوا شايفين. التقطيع كلها لمعتها برضو خليتها زي الفل. وبدات ان انا اظبط بقى الفرش بتاع الصالون، وحطينا الترابيزه بتاعتنا والحمد لله. قعدت بقى ارتاح شويه، وبعد كده دخلت على الصاله الكبيره. هدوم اخويا كانت هنا، ودي الحافظه اللي ماما طلعتها لي عشان ان انا افرشها في الصاله. وهنا كمان الشباك بقى مسكته ان انا نفضته. اي حاجه كده اي حاجه فيها شبابيك طبعا احنا بنزعف الاول، بننضف مراوح، بعد كده الشبابيك يا جماعه. بعد كده ندخل بقى على ايه الفرش بقى، كنب سراير، بعد كده على الارضيات. هنا بقى اشيل القياسه، قياسين هنا بيبقوا محطوطين في الصاله، وطلعت كل حاجه بره. وهكنس بقى ونضف. هنا كنست ونضفت وفرشت والحمد لله. كله على ما يرام. ما بين حاجه وحاجه كنت بقعد ارتاح شويه. هنا بقى كنت بنفض كل الحوافظ، بقول كل حافظ، كل اللي اسمهم ايه المشايات. ودخلتهم جوه، ومسكت بقى السلم من فوق لتحت. شايفين النظافه؟ هي دي النظافه على اصولها. بصوا الفيديو ده تحفيزي ان كده لما تروحي عند مامتك، ده واجب عليكي وفرض عليكي على فكرة، انك تروح عند والدتك وتنضفي لها بيتها، لانك هتتحاسب عليها. شايفين بقى جبت من فوق كده ونزلت كده على شقة ماما. وبعد ما كنست كده قدام الشقة بتاعت ماما، مسكت بقى ايه مسحت الباب، مسكته كله نضفته كده وخليته زي الفل. هنا بقى اللي ماما بتبقى رص هنا الكوتشيات، شلت بقى كل ده برضو. والشباك برضو نفضته. وامسح بقى الرخامة دي محطوطة اصلا يا جماعة عشان كانوا بيحطوا هنا الشواية بنشوي عليها، تبقى مرفوعة كده جنب الشباك.
وقت الشوي يعني بنحط الشوايه كده عليها. غير كده بقى اللي راح واللي جاي قوم جاي حطيت الشوز بتاعه للرخام. مسكت بقى رخامه نضفتها وامسك بقى السلم كله كده اخليه زي الفل. عايزه اقول لكم ان انا بقى كنت محضره حاجات لماما، يعني ماما كانت مسبكه وسلقه الكرنب، فعملت لها بقى الخضار وقطعت لها الفلفل وحشيت معاها اول سطرين وسبتها، قلت لها انا اقوم انطلق في الشقه وانتي كملي بقى ايه الحاشيه بتاعه المحشي. ولقيتها كمان عامله اللحمه. مسكت بقى السلم كله نضفته وطلعت لها فوق، غسلت بقى ايدي ووشي ورجلي كده ودخلت بقى على طول. طلعت اللحمه من الشوربه زي ما انتوا شايفين، وكانت خلصت بقى المحشي. ماما من عشاق اللحمه مش من عشاق الفراخ، بتحب اللحمه. انا عندي ما باجي اعمل محشي بحب ان انا اعمل جنبه فراخ او بط او كده. ماما بتحب ان هي تحط تعمل لحمه جنب المحشي، هي عامه بتحب اللحمه. ودينا كده كنا عاملين حلتين محشي زي ما انتم شايفين كده. وده كده البيت كله بعد ما نضف. هنا بقى قدام الشقه بتاعت ماما فرشت المشايات اللي بتتحط. تعالوا بقى وانا داخله كده الاوضه يا جماعه، شايفين المواهب. لقيت كل واحد بقى هنا. ماما كانت نايمه ريحت شويه فطبعا شالت الفرش. وهنا برضو كان اخويا وهنا بنتي فبوظوا التاني، قلت لهم اطلعوا. وظبطت الدنيا كلها تاني. ودخلت حمرت بقى اللحمه وخلاص هنحط الاكل كده بقى وهنتغدى. وده كان يومي كده عند ماما. او عايزه اقول لكم ان ده كان احلى يوم عند ماما. وبحبكم بجد من القلب. ولو انتوا شايفين ان الفيديو يستاهل ان هو يطلع اكسبلور وتعليقات جميله منكم من القلب، هستنى منكم احلى تفاعل على الفيديو. بحبكم.